السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مازلنا متواصلين مع سلسله حلويات العيد، واليوم بالتراك العريان حنعطيكم بعجينه طريه وحشوه معسله لاطول المده. قبل ما نبدا نقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وراح نديروا العجينه كيف نحتاج فيها كيلة تاع السمن يكون ذايب وبارد بدرجه حراره الغرفه. نضيف عليه كيلة تاع الزيت، ونضيف عليه كيلة تكون نصها مزهر ونص الاخر حنديروه بالحليب. اللي حنا تقدروا تستعملوا كيلة صغيره الا كنتو حبيتو كميه صغيره تاع الحلوى. راح نضيف عليها ملعقه تاع السكر ناعم تكون الجوده تكون مليحه. انا لهنا السكر ناعم في التراك مسكر ما نديروش، في التراك العريان نديرو. نزيد لها رشه تاع الملح ونخلطو بهذه الطريقه. اللي في الاول انكم الخليط تاعكم ما يبقاش صفر، ملي تشوفوه باللي يولي هكا ابيض، باش هكا تنجح لكم العجينه ما تتفركتش وتجي ليس وتجي على حبه. اما بالنسبه للفرينه حنعطيكم زوج طرق كيفاش تعرفوا الا راهي مخصوصه ولا خلاص وصلنا للقوام المناسب. شوفوا لي انا نبقى نضيف الفرينه بالتدريج ودوك نوريكم كيفاش ديروا التيست. الا هنا نجيبوا كميه تاع العجينه نديرو حربوش بهذه الطريقه بيدينا، وراح نوريكم كيفاش تعرفوا بلي راهي ناقصه فرينه. شوفوا ندير الحلبوش ونطبق هنا نلقى بالجهه تاع شقوقات، معناتها الخليط تاعي راه محتاج فرينه. واللي هنا نعاود ندير حربوش واحد اخر بعد ما ضفت الفرينه وحنلقى الحربوش تاعي ما فيش تشققات ويكون ناعم. هنا حنعرف باللي العجينه تاعي راهي شبعه فرينه، هكا تجيكم العجينه شابه ما تهبط لكمش في الفرن وتبقى محافظه على الشكل تاعها. راح نغطيها ونخليها تريح في الثلاجه شويه. بس من راح نوجد هذيك الحشوه تاعي. نحتاج فيها 3 كيلو تاع مكسرات اللي حبيتو، تحبوا ديروا اللوز ولا تحبوا ديروا الكاوكاو. اليوم راح نخدم معاكم بالكاوكاو، نعطيكم 5 قواعد اللي تحتاجوهم باش تنجح لكم العقده. القاعدة رقم 1 تقول بلي الكاوكاو تاعي يليق نحمصو منديروش خضر. القاعدة رقم 2 تقول بلي الكاوكاو تاعي يليق نرحيه رقيق ما نرحيهش خشن. القاعدة رقم 3 تقول بلي كمية تاع السكر تكون قليلة على الكمية تاع المكسرات، يعني نديرو 3 مكسرات كيلات وكيلة غربة تاع السكر باش ما تجيناش الحشوة يابسة. القاعدة رقم 4 تقول بلي كي ندير السكر نعاود نرحيه للمرة الثانية به بالمكسرات ونتحصل على هذا القوام. القاعدة رقم 5 تقول بلي لازم ندير ملعقة تاع زبدة ولا ملعقة تاع سمن باش الحشوة تاعي ما تجينيش يابسة وما يبسليش السكر. القاعدة رقم 6 تقول بلي الكاوكاو تاعي يليق نديرو جاري ما نديروش حاكم روحو كي تكون العقدة مخدومة بالكاوكاو. ودوكا اهم حاجة انه العقدة تاعنا ما نخدموش بها تمتم، نخلوها تبات ليلة كاملة في الثلاجة، وغدوة من داك شوفوا لي القوام كيفاش يجي، تلقاوها حكمت روحها طرية وما تلصقش في اليد. نروح نوزنها 15 غرام. بالنسبة للعجينة تاعي وزنتها 33 غرام. البنات لهنايا نعطيكم نصيحة مهمة، العجينة تاعكم ما تروحوش تخدموا بها وانتم شكلتوها، يليق كي توزنوها تغطوها وتحطوها في الثلاجة وتخلوها تبات ليلة كاملة. نعم هي لو كان تخدموا بها هكاك راح تلصق لكم وما تقدروش تشكلوها. هذه حاجة مهمة. نروح دوكا للطريقة اللي نشكلوا بها التارك تاعنا، وحنعطيكم 3 طرق، والطريقة الشابة فيهم هي الأخيرة اللي دارت ضجة العام اللي فات وكاين بزاف ناس استفادوا منها، إن شاء الله نتوما تاني تستفادوا. نشكل هذه الطريقة أول مرة أول طريقة هي عبارة عن مستطيل. نعطيلكم نصائح حبوباتي. كي ديروا العقدة تاعكم ديروا حربوش تاعكم هكا، تخلوا دايما اصبع من الاطراف من اليمين ومن اليسار. علاش؟ باش هكا كي نشكلوا التارك تاعنا ما يتحرقوناش الاطراف، لانه العقده كي تكون في الاطراف والعجينه غير شويه حتجيكم يابسه، دونك العقده ما نلحقوهاش الاطراف. هذا الشكل الاول. الشكل الثاني على الطريقه التقليديه بكري نديروه مثلث باش نديروه على شكل هكا هاوليك، ونفس الشيء ندير العقده تاعي هكا ونخلي الفارغ وراني نرولي. ولكن احب حاجه عندي هي تاع الساشي اللي دارت بز كبير ودارت حاله العام اللي فات ومنزلها لي دوك راهي طوندونس، الله يبارك 300 مشاهده. عجبت بزاف بنات وبزاف امهات دعولي بالخير. هي طريقه تاع الساشي، تبعوا معايا.
اول حاجه قلنا نديرو الحربوش تاعنا كيما المره الاولى عادي البنات. وشوفوا لي هاد الطريقه ما تغلقوا عليها من الاطراف ما والو، دوك كلشي تخدموا الساشي هي الانيس وهي الحل تاعي. ونحطوا هذيك العجينه في الوسط كيما راكم تشوفوا حبوباتي، ومن بعد بالكوبا تاعنا نجو نضغطوا عليها هكا شويه برك. شوفوا نضغط عليها شويه في الوسط وشويه في الاطراف كيما نعرفوا الحبه تاعنا دات تاعك تجي شويه بومبي في الوسط والاطراف تاعها يجوا حابطين. وهذه هي النتيجه. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله، شفتوا العصا السحريه تاعي هايله الله يبارك. شوفوا الحبه تاعكم تجي ليس من الفوق ملساء، تجي تهبل في الشكل تاعها ما تاخذش منكم كامل الوقت. ولهنا نروح نلصقوا لها الكاوكاويه البنات. نجيب حبه تابل نكسرها ومن بعد نزيد الكاوكاو تاعي نكون رحيته شويه خشن كيما كنت قلت لكم، ما يكونش رقيق بزاف. ونجيب الحبه تاعي تاع التشارك بعد ما كنت شكلتهم وحطيتهم في الفريجدار يبردوا. لازم يا البنات باش هكا شوفوا كيفاش ترفدوها كيما تحبوا ما يتغيرش كامل الشكل تاعها. ايا نحطها في هذيك الكاوكاو ونضغط عليها شويه تكون رفدت هذيك الكميه تاع الكاوكاو. وشوفوا لي كيفاش تجي بسم الله ما شاء الله. ولهنا نكمل كامل الحبه تاعي بنفس الطريقه. ونروح نثقبهم يا البنات بالكوردون من الفوق. وكي تحطوهم في البلاطو تاعكم لاقوا الاطراف مع النهايه، يعني النهايه تاع الحبه مع البدايه تاع الحبه اللي قبلها. نروح نسخن الفرن تاعي مع 180 درجه ونحطهم حتى يدو تحميره شابه من التحت، ونزيد نحمرهم من الفوق يطيبوا مليح يا البنات. ودوكا نقولكم تبقاو على خير، استناوني في وصفه جديده.